السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب. النهارده هنعمل مع بعض بيتزا. طبعا الكل بيحب البيتزا وبنحب نشتريها من بره، بتبقى غالية جدا. وطبعا كل حاجة بقت مكلفة دلوقتي. هي طبعا بقت تتكلف جامد. لما كنت بعملها الأول ما كانتش بتتكلف زي دلوقتي، بس برضو لو يعني عايزنا الموضوع كده ان احنا نجيبها من بره نعملها في البيت، هنعمل كذا واحدة، هتبقى برضو أوفر من بره وتبقي عاملاها بايديكي وحلوه زي ما انتم شايفين كده، رقيقه يعني، اللي هي في تبقى سميكه ورقيقه. انا عملت اللي هي اللي تبقى رقيقه، تحسيش ان انت تاكلي كده عجينه ولا فينو. وطبعا بتحطي الاطعمه اللي انت عايزاها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف هنعمل عجينه البيتزا ازاي. انا هنا معايا كيلو من الدقيق، طبعا منخول، او لو انت عارفه دقيق كويس تمام. انا هنا معايا معلقه كبيره من الخميره، تمام. واحط معلقتين من السكر، وكمان معايا رشه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح. وبعد كده معايا رشة من الزعتر، احب احط زعتر عليها، وربع كوباية من زيت الذرة، تمام. ومعايا هنا بقى المية الدافية، بفضل حطيت هنا كوبايتين الاول مية دافية، نص كوباية. وبعد كده ابتدي احط كوبايتين من الزبادي على العجينة، ابتدي اخدم العجينة كويس جدا، تتعجن كويس جدا زي ما انتم شايفين، ملمسها ناعم جدا واتعجنت كويس. ابتدي ان انا احط بقى نقطة زيت في البولة، وبعد كده اسيبها تتخمر زي ما انتم شايفين. اديها البوكس بقى المتين كده لما تخمر، هي بتاخد وقت معايا لغايه ما تخمر، طبعا على حسب الجو الحراره في المطبخ. بقطعها لخمس قطع. الكيلو بيعمل معايا 5 بيتزات حلوين جدا. المقاس الصينيه يعني الحجم اللي انتوا شفتوه في الاول. احطها بقى كده في صينيه واغطيها عشان ترتاح كده، واخد اول واحده قطعتها، واجيب بقى الحشو بتاعي زي ما انتم شايفين. معايا زيتون مخلي اسود او اخضر زي ما تحبوا، معايا فراخ، فلفل الوان، تونه، معايا سجق، وكمان الصلصه. لو حابين بقى تعملوا صلصة البيتزا ممكن تقشروا الطماطم و وتعملوا شوية زيت على مع سن التوم والطماطم. وبعد كده وممكن بصلاية أو بدل التوم. أنا بحب بصراحة بستعجل باخد الصلصة اللي هي الجاهزة، احط عليها كمون وملح وفلفل وزعتر وشوية زيت. هنا كنت بوريكم الجبنه اللي انا بستخدمها، الموتزاريلا الحمد حلوه قوي، بستخدمها على طول. وهنا اخدت الصينيه دي طبعا ان انا بفرد فيها، ومش محتاجه مردنه ولا نشابه ان انا افرد. وبعد كده احط في الصينيه بايديا، بفرد العجينه، بتتفرد بكل سهوله عشان مرتاحه ومخدومه كويس. بجيب بقى شوكه وبنغزها كلها كده علشان مش عايزه العجينه بتاعتي تتنفخ معايا. وابتدي ان انا احط بقى الصلصه. مش بحب الصلصه كتير، اللي حابب يحط صلصه كتير يحط. انا بحب كده احط صلصه خفيفه عشان تبقى خفيفه، طبقه من الموتزاريلا خفيفه كده في الاول، وبعد كده بحط الفلفل. انا كان عندي فلفل الوان فحطيت، انت عندك بقى الفلفل الاخضر حطي. طبعا الفلفل الالوان غالي فمش مشكله، حطي اي فلفل موجود عندك. حط بقى الفراخ والزيتون المخلي الاسود، بحطه كده في البيتزا. وبعد كده بحط طبقة من الجبنة الموتزاريلا كويسة جدا. الكيلو بصراحة ممكن يتحط معايا على 4 بيتزايات من الجبنة الموتزاريلا. بتبقى البيتزا كلها جبنة، بتبقى حلوة يعني. زي ما انتوا شايفين كده، انا بحط كده بقى ايديا كده وبفرد بكل سهولة، بتتفرد معايا زي ما انتوا شايفين. لكن انا كان عندي جبنة موتزاريلا تانية، يعني ممكن تاخد معاكي 5 بيتزايات كيلو وربع من الجبنة الموتزاريلا، تمام كده. انا بعمل معاكم دي، هعملها بالتونة. برضو بعملها كده بالشوكة. وبعد كده بحط بقى طبقة من الجبنة الموتزاريلا الأول الصلصة. وبعد كده بحط بقى ايه، واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. اتمنى لو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل اشعار جديد من اي فيديو بنزله. لو محتاجين اي وصفة اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله نعملها مع بعض. حطيت بقى طبقة من الجبنة الموتزاريلا، وحطيت الفلفل. وبعد كده بحط التونة وشرايح الزيتون، واخر طبقة بحط طبقة الجبنة الموتزاريلا اللي انا بحطها في الاخر.
بس كده ادخلها الفرن. دي كده بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين بقطعها بقى بالعجله بتاعه البيتزا كده القطاعه. اكيد كلنا عندنا القطاعات دي في البيت لان كلنا بنحب البيتزا، وطبعا ولادنا كلهم طبعا بيطلبوها، فاكيد موجوده. حتى لو مش موجوده عندك بالسكينه برضو مفيش مشكله، قطعيها 8 قطع بالسكينه مع الكاتشب بقى. وممكن بقى لو في بطاطس، من غير بطاطس مفيش مشكله، انا بحطها كده. ولو في سلطه الكول سلو، اي حاجه تقدميها جنبها او مش مشكله ممكن تتاكل كده مع الكاتشب. وكمان بيبقى فيه صوص سبايسي كده بحط عليه، بتبقى حلوه قوي. انا بوريكم القطعه رقيقه جدا، وبصي السوا بتاعها من تحت حلوه قوي وجميله. وما بتحسيش ان انت، بصراحه لما بجيبها من بره بتبقى غاليه وبحس ان انا باكل عجينه، ما بحبهاش خالص من بره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شايفين البيتزا شكلها عامل ازاي؟ طبعا البيتزا بتتكلم عن نفسها. اتمنى يا رب تجربوها فعلا وبنفس المقادير، العجينه تطلع معاكم تحفه بجد، حلوه قوي، هتريحكم في الفرد، مش هتتعبكم خالص. وطبعا الحشو ده على حسب ما انتي الموجود عندك حطيه، اي حاجه موجوده عندك في البيت مش لازم تشتري من بره، حطيها للبيتزا. وعلى حسب طبعا ما انتي بتحبي ولادك بيحبوها تطلع معاكي احلى بيتزا وهتوفري. وزي ما انتم شايفين الكيلو عمل معايا 5 بيتزايات حلوة قوي وحجمها كمان حلو. عايز تعمليها ميني بيتزا بتقطعيها بالقطاعة وتعملي ميني بيتزا، عملتها معاكم قبل كده في القناة. لو حابين لو حابين الميني بيتزا سيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامة.